تعرف ان انا في الفيديو ده هلخص لك الرسوم كامله بتاعه البنك التجاري الدولي CIB لاي فيزا من عنده، فيزا المشتريات او الماستر كارد بتاعه. بس قبل ما ابدا معاك محتاج اقول لك على حاجه. الفيديو ده انا عامله عشانك وهرد على استفسارك في اي كومنت، بس محتاج منك لو تكرمت شير ولايك واشتراك عشان اكبر، وانا مش هكبر غير بيك. بالنسبه للبنك التجاري الدولي CIB، الماستر كارد بتاعته هم بيتلخصوا في الاتي: في الوايت وفي الكلاسيك وفي الجولد وفي الكاش باك وفي الاي كوميرس. هبتدي معاك بالوايت. هو رسوم التأمين بتاعتها السنوي 500 جنيه، ورسوم الاستبدال مجانا. بالنسبة للكروت الإضافية اللي ممكن تطلعها تحتيها بتبقى ب 25 جنيه. الفايدة بتاعتها هي عبارة عن 3.99%. أما بالنسبة للحماية الشهرية بتاعة الكارت هي بتبقى 0.9% شهري. اما بالنسبه للمده بتاعه سماح المشتريات هي 55 يوم. اما بالنسبه لرسوم الاوفر ليميت هي بتبقى ب 150 جنيه. اما بالنسبه لرسوم التاخر في الدفع هي بتبقى 150 جنيه. بالنسبه لسحب الكاش بتبقى 4% بحد ادنى 40 جنيه. اما بالنسبه لرسوم الايداع بتبقى طبعا مجانيه. بالنسبه لرسوم السحب من ATM الخارجيه هي بتبقى 10% بحد ادنى 20 جنيه. بالنسبه للتغيير بتاع العملات بتبقى 3%. بالنسبه للشحن او تحويل على المحفظه الاي وولت بتاعتهم بتبقى 2% من الاجمالي بحد ادنى 5 جنيه. بالنسبه لكشف الحساب والرسائل كرسوم هي بتبقى 20 جنيه في الشهر. بالنسبه للحد بتاع سحب الكاش اليومي هو 4000 جنيه. بالنسبه لحد سحب الكاش في الاسبوع هي بتبقى 10000 جنيه. لو جينا نتكلم عن الكلاسيك هنلاقي ان الرسوم بتاعه التجديد والتامين بتاعها السنوي هو 250 جنيه. اما بالنسبه للفايده هي نفس الفايده، وبرده 150 جنيه رسوم اوفر ليميت، 150 جنيه رسوم ايداع متاخر. كلها هي عدا السحب اليومي 12000 بدل 4000 في الوايت، و20000 اسبوعي بدل 20000 و20000 اسبوعي بدل 10000 في الوايت. بالنسبه للجولد هي رسوم التجديد السنوي بتاعتها 300 جنيه، وباقي المميزات كلها نفس الاولى. وبكده اكون خلصت لك CIB ملخص للماستر كارد بتاعته. احتجت اي حاجه سيبها لي في كومنت، وما تنساش الشير واللايك والاشتراك عشان انا مش هكبر غير بيك.